انت كويسة؟ كويسة. بس اشمعنى؟ اصل اخر فويس بعتيه حسيت من صوتك انك متضايقة او فيك حاجة. لا لا لا، مفيش حاجة. انا بس كنت شادة معاهم في البيت شوية. طب الحمد لله انك بخير. انت خلصت شغل ولا لسه؟ خلصت اهو مروح. طيب لو روحت وما نمتش على طول ببعتلي. عناية حاضر. فكي، مش بحب اشوفك زعلانة. انا مش عاوز اضغط عليك واخليكي تحكي بالعافية، بس برضه مش هعرف اسيبك كده. عادي يا ابني، هبقى كويسة. اقول لك نكتة طيب؟ قول. مرة حلاها ما كانش حد بيحلق عنده خالص، جاب بطيخة لقاها قرعة، قال لها حتى انت بتحلقي بره. بايخة بايخة جدا. على فكرة حلوة. اقول لك واحدة كمان؟ لا، ما هي مش موجة كوميدي، هي ده تاخد عليا. والله نفسي اخد عليكي. يا تبطل تعمل من احزاني فقرات كوميدية. والله ما اقصد، انا بس مش بحب احس انك مقفوشة كده. طب هو ممكن تحكي لي ايه مضايقك؟ لو هينفع. طيب يا عم الحشري، بكرة في عريس جاي يتقدم لي. هو ايه اللي يعني متضايقة من ايه؟ ما انت عارف بابا بيطلع عين اي عريس يتقدم لي. وانت العريس ده حباه يعني؟ مش حبايه، انا اصلا معرفوش، بس حوار ان بابا بيصعبها على كل عريس يتقدم لي دي خانقاني. خايفه يجي حد مناسب وبرضه يخنق عليه ويزهقه. هو بس عشان بيغير عليكي وبيحبك فعاوز لك احسن حاجة. انا عارفه، بس مفيش نبي هيجي يتقدم لي، كلهم ناقصهم حاجات. بالشكل ده انا مش هتجوز حضرتك. هو فعلا ضروري باباكي يخف شوية عن اللي بيتقدمولك. المشكلة انك برضو مش هتقدري ما ترضيش ابوكي، صح؟ ما هي دي المشكله. لا ان شاء الله خير، وان شاء الله يترفض زي اللي قبله. انت بتقول ايه؟ بقول لك خير يعني ان شاء الله. لا عاوز ربنا هيكون. انت بقى قول لي يا فالنتينو، اخبار الموزه بتاعتك ايه؟ اعترفت لها ولا لسه؟ موزة مين؟ لا دي خلاص مش هعرف اعترف لها بحاجة. ليه كده؟ شكلها تتجوز. انت بتستعبط؟ انت ليه ما اعترفتلهاش حتى؟ او حتى تقدم لها وانت ونصيبك يا سيدي. ما انا قايل لك عندها ظروف في بيتها، وباباها زي باباكي كده صعب، عاوز لها احسن حد في الدنيا برضه. طب وانت فيك ايه؟ انت كويس وزي الفل. ربنا يسترك، لكن انا ما انفعهاش. مازين، انت فعلا بتحبها ولا معجب بيها عشان هي حلوه زي ما انت بتقول؟ اكتر حد برتاح معاه، اكتر واحدة متقبلها زي ما هي، عشان هي كمان متقبلاني زي ما انا. هي حلوة، لكن هي من جواها احلى. اكتر حد نفسي يكون جنبي على طول. ازاي هي مش حاسه بكل ده؟ طب انت حاسس انها بتحبك؟ كفاية اني بحبها. لا مش كفايه على فكره، ولازم تقول لها. مش هينفع. لا هينفع والله صعب. لا مش صعب، ابعت لي اكونتها وانا هحاول اصاحبها واعرف دماغها. انت بالذات ما ينفعش تكلميها. اشمعنى انا بالذات؟ عشان يا بنتي هي عارفة انك صاحبتي وكده، مش حابب اتحط في موقف محرج. وبعدين قلتلك المشكلة مش بس فيها، انا مبسوط قوي ان علاقتي بيها ما فيهاش هدف معين، مش علاقة بغرض جواز ولا ارتباط. يبقى انت مش عاوزها يا مازن. لا والله عاوزها. لا، اللي عاوز حد بيسعاله. ما انا خايف اترفض علاقتي بيها تتأثر، انا فعلا مش عاوز اخسرها. ما انت برضو كده هتخسرها، لو ارتبطت بشخص تاني هتخسرها. في الحالتين خسارة، بس على الاقل تبقى عملت اللي عليك. مش هقدر اعمل كده، مش هعرف. مازن انت جبان. قولي اللي تقوليه، انا مش هعمل كده، وانا شايف الطريق اخره كسرة نفس. يا ابني لازم تحاول، اعترف لها حتى بحبك. مش هينفع. لا هينفع والله، صدقني جرب. مش هينفع، جرب. انت فعلا كده مش بتحبها؟ لا والله انا بحبك. تحبها هي؟ بحبها هي. يومنا انا عاوز اقفل. لا مش هسيبك تقفل. مازين، انا عاوز اشوف البنت دي. مش معايا صور ليها يا يمنى. طب هي في كلية ايه؟ عندها كام سنة؟ ليه الاسئله دي كلها؟ عادي فضول. طب هي صاحبتك بقالها قد ايه؟ فتره مش قليله. وبتحبها من اول ما عرفتها؟ لا، كنت معجب بيها عادي، كمنها حلوه، لكن حبيتها بجد لما لقيت قلبها احلى، وبقيت احس ان عاوز ابسطها. لما اتخنق بجري عليها. مواقف حقيقيه مش مجرد شات ومكالمات، فهماني؟ طب ممكن تقول لها، مش يمكن هي كمان حباك؟ ليه مش مصدقه ان المشكله مش بس فيا وفيها؟ انا يمكن عندي ظروف وشقلبه في حياتي ما اعتقدش انها تناسبها، ده غير ان حياتي وشغلي ما اعتقدش انها هيناسبوا باباها. باباها بيرفض ناس مستويات من اللي هم جاهزين وقادرين يتجوزوا في شهرين دول.
انت ليه مستقل بنفسك؟ ابدا والله، انا في نعمه كبيره قوي من فضل ربنا، بس قدري خوفي، انا مش هقدر استحمل حاجه تكسرني، بالذات من ناحيتها هي. وليه حبيتها من الاول؟ اسالي ملك القلوب، ما تسالنيش انا في النقطه دي. هو في حاجه غريبه في الموضوع ده، بس ماشي. ايه ده بس معايا ان العريس اللي جاي لها بكره دوت يتقبض عليه، ولا يجيله كورونا، ولا يرقد في السرير حتى، المهم ما يجيش. عريس وجاي لها بكره؟ ده ايه موسم التزاوج اللي احنا فيه ده؟ البت دي اسمها ايه؟ اسمها يسرى. لا كده فعلا ما اعرفهاش. عموما يا بتاع يسرى، العريس اللي جاي لها ده اجدع منك، على الاقل خد خطوه. انت بقى خليك مكانك كده. بس ما تقوليش هجدع. طب روح نام يلا. ماشي، بس كنت عاوز اقول لك حاجه. هتقول ايه تاني؟ لا مش هعرف اقول حاجه في المكالمه هنا، هبعت لك فويس على الواتس. ماله ده؟ امشي يلا. طب افتح الواتس طيب. ماشي يلا سلام. انا بحبك، والله العظيم بحبك. يا اسطى انت واقف في الشات الغلط، انا يمنى مش يسرى. لا مش في الشات الغلط، انا بحبك انت يا يمنى. يعني هو كان لازم اقولك اني هتجوز بكره عشان تنطق؟ يعني ايه، بتشتغليني؟ لا دي مش اشتغالات يا اذكى اخواتك، ده كده نسا، عمرك ما هتفهم. على فكره انا مش جبان، انا بس كنت نفسي. متقولش حاجه، انا مقدره خوفك وحاسه بيك. طب ايه برضو، بتحبيني ولا لا؟ لا ده انت اذكى اخواتك بجد بقى. طب باباكي هيوافق بيا؟ طول ما انت شاريني وعاوزني وبتسعالي هقف جنبك، وكل محاولة منك مع بابا هحاول قصادها 10. الحب مش للجبنة يا مازن، الحب عاوز رجالة، مش طول وعرض وعضلات. رجالة مش بيسيبوا حقهم للدنيا، رجالة مش بتستسلم بسرعة، وفي الآخر محدش بياخد غير نصيبه. لكن المهم ناخد بالأسباب، وربنا هو اللي بيدبرها من عنده.